المسألة يبان لي انه هذا الشخص هارب من العدالة الأجنبية وجا طلب اللجوء في بلاده. بالنسبة للبعض شوية يقولون هذا هو المهدي المنتظر. هي لويزا حنون تقصف من جديد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وهي التي وصفت عودته سالفا بلا حدث، متسائلة عن دور العدالة في القضية ومتى تتحرك. عند عودته للجزائر كان من المفروض أن القاضي يستدعي أين العدالة الجزائرية ومتى تتحرك. يجب أن العدالة تأخذ مسارها الطبيعي. وعن فضيحة وثائق بنما المزعومة دعت حنون إلى فتح تحقيق عن خلفية القضية، خاصة وأن أسماء أمريكية وإسرائيلية تم التستر عليها. من المنتفع من هذه التسريبات؟ لأن الأمر من الواضح أنه يتعلق بقرار سياسي. ننتظر نشر الأسماء الأمريكية والإسرائيلية. وفي سياق آخر وبصفتها المدافعة عن الطبقة الشغيلة، تطرقت لويزا حنون إلى ملف الأساتذة المتعاقدين، داعية رئيس الجمهورية إلى فتح المناصب الضرورية في القطاع. طلب الإدماج طلب مشروع، هذا لا نقاش فيه، وهذا المعاناة أكرر يجب أن تتوقف الآن. الحل إذن مش المسؤول عنه الوزيرة الحالية السيدة بن غبري، رئيس الجمهورية هو اللي عنده الصلاحية باش يؤمر بفتح المناصب الضرورية، لأن الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي. إذن نريما تعود إلى عادتها القديمة بعد أن رتبت بيت حزبها وتجاوزت خطر التصحيحيين فيه، وها هي تقصف شكيب خليل. فهل هي بداية مواجهتها مع عمار سعيداني التي لم تنهها بعد؟